التي ذكرتها هي تناصب المحتل الأمريكي العداء ولا تناصب أبناء جلدتها العداء. والله أنت المفروض حضرتك تطبعوا على اليوتيوب وتشوف جرائمهم، اطلع على الانترنت وشوف جرائمهم وشوف شلون يلزمون المواطن لأنه ينتمي إلى طائفة التشيع وشلون يمثلون بجسده وشلون يذبحوه. وروح اطلع على اليوتيوب وشوف جرائمهم. يعني هل هي حرب طائفية باعتقادك؟ أنا لا أقول أنه حرب بين السنة والشيعة، حرب بين جيوش مأجورة متصلة بتركيا وبقطر وبالسعودية تستلم مبالغ لإحداث فتنة طائفية بين الشيعة والسنة. المشاكل المذهبية بين الشيعة والسنة تحل بالحوار وتحل بالنقاش. يجلس علماء شيعة وعلماء سنة يناقشون التاريخ، يبحثون الروايات ويقررون الحق في الرواية المعينة مع من. هذه الرواية مسندة أم غير مسندة، صحيحة أم غير صحيحة، متواترة أم غير متواترة، يقبلها الجمهور أم لا يقبلها الجمهور. أما موضوع أن تجيش الجيوش وتستهدف الناس الأبرياء، قبل 3 أيام أخذوا 5 من الجنود أحرقوهم ومثلوا بأجسادهم. أخذوا جنديين في قرب جامع النداء ومثلوا بجسديهما. والكثير من الجرائم، البارحة تفجيرات، اليوم تفجيرات، قتل بالشوارع، قتل بالجملة. إلى الآن فقد العراق أكثر من 1 مليون، أنا أعتقد أنه 2 مليون، لكن البعض يقول الرقم فيه مبالغة.